طبعا هم مش مدركين انهم في اغنى حته في مصر. ان هذا الحي هو الحي اللي ولدت فيه، اكتشفت الحياه فيه، لعبت فيه، قضيت فتره تعتبر عزيزه على كل انسان، هي فتره الطفوله فيه. ولما تركنا هذا الحي إلى حي آخر، الحقيقة شدتني إليه أسباب إلى جانب اللي ذكرتها لك، عبيره التاريخي. فكنت أجي بقى كسائح وأشوفه وأكتشفه من جديد. المهم في هذه المنطقة ليست المباني التاريخية فقط ولا القدم الحواري. يعني أنا عندما بدأت أهتم بتاريخ هذه المنطقة اكتشفت أنه نفس الأسماء التي كانت تحملها الشوارع عند تأسيس القاهرة هي التي ما تزال موجودة حتى الآن. ولكن الأعمق من ذلك نوعية العلاقات بين البشر، أنه هناك نوع من العزلة على القاهرة القديمة. يعني ما تزال معظم الحواري تعيش في عالم شبه مغلق، فهناك تفاعل بين البشر أكثر. أعتقد أنه هذا أيضا هو الذي جعل الأستاذ نجيب محفوظ يرتبط روحيا بالمكان بعد أن غادره. وانا ما فيش اهواج، انا بتعامل معاك اهواج. لا انا البنان القديم زي بيت السكري. ما عصرتوش انا. وبعديه بيت الحلبي، شيخ من شيوخ الازهر برضه. دي حاجات قبليك بزمان بقى ما تسالش عنها. صح. لا انا اصلا مواليد 56 فمتربي هنا يعني. ما رحتش من الصغر وانا هنا. بس صغير يعني قوي. حضرتك كان عندك كم سنة لما جيت الكتاب؟ الكتاب بين 4 و5. وكنت بتمشي لوحدك كل يوم من البيت لغاية بالظبط لغاية هنا؟ كانوا يبعتوا معايا زكريا لحسن اهرب. المقهى اول مكان او تاني مكان اتصلت فيه بعالم القصص، لان في الطفولة الاولى كانت القهاوي في الجمالية كل قهاوي لها شاعر بيحكي قصة من قصصنا الشعبية على الرباب. احنا ما كناش نقدر نخش القهوة، انما كنت اقف على الباب واسمع جزء من القصة على الربابة. ده اول صلتي بالقهوة والبعد. هات الراديو. بعد ما اشتغلنا بالادب بقينا نقابل فيها الزملاء، ولعبت دور الصالون في القرن الثامن عشر في فرنسا. القهوة كانت صالون الأدباء يجتمع فيها المفكرين من مختلف الأجيال. يا ليلى ولما تكتب بأسلوب وانت بتقرا نعيه وانه قديم وانه بتبقى مزعجة، خصوصا لواحد بينتمي لحضارة أخرى. بتبص للحضارة الغربية كأنها المثل الأحلى.